انسحاب الزمالك امام الاهلي في كاس السوبر يوم الجمعه القادم ان شاء الله في الامارات، والبديل بيراميدز. بس في البدايه كده هقول لك على تصريح المستشار مرتضى منصور قاله عشان نسمع بس بقيه فيديوهاتنا. المستشار مرتضى منصور بيقول الصوره دي قدام حضرتك: هو في ايه يا خطيب؟ هو انت مش بشر زينا؟ الدليل ان كهربا ليه صوره بيسجد لك. على فكره يا سياده المستشار، دي حاجه اسمها احترام. عارف ان هو بيحترم، ده بيحترم الكابتن محمود الخطيب. اظن بنشوفها في المسرح وفي الافلام، اي حد فاهم، والاحتفالات في اي حته بتشوف الكلام ده احترام، ده مش سجود. والله صحيح انا بكلم مين؟ صلى على النبي وقول على عبد الله الصلاه والسلام. في البدايه لو مش مشترك في القناه انزل اشترك دلوقتي حالا عشان يوصلك الفيديوهات الجديده. في الفيديو ده جايب لك المستشار مرتضى منصور وميدو وعضو اتحاد الكوره، وهو بيقول ان بيراميدز هو اللي هيشارك في كاس السوبر مكان نادي الزمالك. في البداية إيه اللي حصل؟ لجنة الصالونات النهاردة أصدرت قرار تأجيل النظر في استئناف كهرباء إلى حين صدور حكم بصحة تشكيل لجنة الانضباط المنظورة أمام القضاء الإداري. فالموضوع ده عمل دربكة كده جامدة في نادي الزمالك. في البداية تعالى نسمع ميدو قال إيه عشان هرد عليه واحدة واحدة. يلا بينا. طالما ان حد عمل حاجه غلط بيتعاقب. ما هو احنا في دوله، الموضوع اكبر من الكوره بكتير. النهارده كلام اللي بيتقال النهارده، طبعا انا قلت يعني قلت لحضراتكم خبر على تويتر ان نادي الزمالك خد قرار ان هو ياجل سفره. خد قرار ان هو ياجل سفره. الزمالك مش عايز ان هو يسافر الامارات ويتحط في موقف قدام جمهوره ان هو لا يتضغط عليه ان هو لازم يشارك والكلام ده. الزمالك شايف ان هو مظلوم في القضيه دي. في لعيب اخطا، ايا كان مين اللعيب ده، واللعيب ده اتخذت ضده عقوبه. الراجل راح واتحقق معاه، ولجنه الانضباط، سيبكم بقى من الكلام اللي بيتردد ده واسمعوا كلامي، انا هقول لكم ايه الكلام الصح. لجنه الانضباط دي لجنه قانونيه، واللائحه بتقول ان من حق اتحاد الكوره ان هو يشكل لجنه لحين طرحها او انعقاد الجمعيه العموميه القادمه. فالناس اللي بتقول لكم ان ما فيش صلاحيات وبتاع، كل الكلام ده انسوه. وكابتن ميدو كان بيقول لك إن هو بيحب الكهرباء ومش ضده. يا جدعان ده المشكلة كلها قايمة عشان لاعب. طب ما انا قلت لك يا كابتن ميدو وقلت للكل ان بيراميدز في كاس مصر كان موقوف من عنده مصطفى فتحي وعلي جبر في الكاس فقط. كل بطولة مختصة بحد ذاتها، دي مشكلة اللوائح بتاع اتحاد الكورة، وانت النادي بتاعك مضى عليها في البداية. طبعا كل الأندية بتوافق على اللائحة دي كل موسم وده المعروف. كابتن ميدو كمان بيقول لك ان الزمالك ممكن يرفع قضية بأي محامي عنده يشيل اتحاد الكورة في مصر، وبالتالي الأهلي هيحصل له مشكلة. انت بتقول يا كابتن ميدو، طب معلش يا كابتن ميدو، طب ما الاهلي ممكن يلجأ للفيفا ويقول لهم ان وزير الشباب والرياضة اتدخل وعين لجنة انضباط ودي مش قانونية، وبالتالي هيتم وقف النشاط الرياضي في مصر. ما تفتكرش بس ان الزمالك هو اللي قادر يحل اتحاد الكورة، لا ده الاهلي ممكن يوقف لك النشاط الرياضي في مصر، وانت عارف حاجة زي دي. وبعدين يا كابتن ميدو، انت ايه اللي جاب دي زي دي؟ معلش يعني، طب الاهلي طرف بيشتكي وزير الشباب والرياضة بصفته، ما اتكلمش على اتحاد الكرة بحاجة. وبعدين يا كابتن ميدو، احنا عايزين نعرف ايه البند اللي في اللائحة اللي معلش يعني لجنة التظلمات دي ادت العقوبة الكهرباء بناء عليه 12 ماتش 12 مباراة ايقاف ومليون جنيه غرامة. طب بناء على ايه؟ ده بيقول لك سب الدين 8 مباريات، سب الدين للحكم 8 مباريات. انت متخيل ايه بقى البند اللي في اللائحه العبقريه دي؟ ولا جابوا ناس مثلا من بره مصر فصلوا عقوبه مخصوص للاعب؟ وبعدين بمناسبه لجنه الانضباط، لجنه الانضباط يا كابتن ميدو استقالت اللي المستشار مرتضى منصور كان في قواضي عليه كتير قوي في لجنه الانضباط دي، وطلبت ان هو يتحقق معاه وهو رفض يروح لهم، فقدمت استقالتها. فاتحاد الكره او وزير الشباب والرياضه عين اللجنه دي بالحب. اقول لك على حاجه يا كابتن ميدو، انا اعرف رئيس نادي صدر حكم رسمي بعزله من منصبه
وطلع وقال لك انا قدمت استشكال ونقض وطعن ومش عارف ايه. طلع وزير الشباب والرياضة قال لك احنا بنقول ان احنا ننتظر حكم المحكمة ونخلي الراجل يمارس شغله كطبيعي لغاية ما يطلع لنا حكم محكمة. شوف بقى يا كابتن ميدو المنظومة ماشية ازاي. هو في البداية انا ما بقولكش انا مع اللاعب او ضد اللاعب، انا بكلمك في البداية كده المنظومة كلها غلط. ده من اتحاد الكورة، لجنة انضباط، اللي مش عارف ايه، كل رابطة أندية، كل حاجة في مصر ماشية غلط. تعال اسمع معايا بقى مستشار مرتضى منصور بيقول ايه، عشان لسه هجيب لك عضو اتحاد الكورة في اخر الفيديو. اسمع معايا مستشار مرتضى منصور. انه مجلس الاداره بالاجماع خد قرار بالاعتذار، مش بالانسحاب، بالاعتذار عن المشاركه في مباراه السوبر في الامارات للاسباب الاتيه. الموضوع زاد عن حده. هذا الاتحاد اللي خسر كل البطولات، الشباب والناشئين كله، وطلع ما دخلش كاس عالم وخسر افريقيا، كله خسر كله. دخل معركه مع نادي الزمالك باينه قوي، مع ان جمال علام عامل نفسه زملكاوي، وحازم امام عامل نفسه زملكاوي، وبركات عامل نفسه زملكاوي. لا، الموضوع زاد، والموضوع مش من موضوع كهرباء، لا، الموضوع بدأ لما اتوقف القيد ل3 لعيبه بدون وجه حق. والدليل انه بدون وجه حق ان هو بعد كده عيدوهم. وانت لو موقفك سليم هتكمل. ويمكن الفيديو اللي فضحهم يوم ما رحت وانا بتحايل عليهم كلهم عن جاهيه، وكلهم عارفين جايين ازاي. انتوا مش منتخبين، انتوا جايين معينين. لما رفعنا القضيه في مجلس الدوله، تمام، قلت خلاص انا ايه، ما انت لو موقفك صح خلاص مش ما كمل. وكل الانديه عليها فلوس. لا، الاتحاد الكره نفسه عليه فلوس. زي ما انا قلت، واول ما قبل ما نخلص الاجتماع يعني نتكلم مع بعض، مش ممكن يا جماعه لاعب هربان من نادي الزمالك، لا هربان وعاده ساري، تقوم الفيفا يقول لك عقوبه، وبعدين الانضباط الدوليه تديله عقوبه، يقول لك مش هدفع. هذا اللاعب نفسه في السوبر اللي اتعمل في الامارات ماتش 100 زي الفل، لعبت الاهلي والزمالك مع بعض زي الفل، مفيش مشكله. نزل ضرب طارق حامد، ضرب حازم امام، الماتش ولع، وكانت فضيحه هناك اللي احنا شفناها. مصممين؟ يعني انا شايف ان بدل ما النادي الاهلي يعمل قضيه النهارده انه لجنه الانضباط دي باطله. طب ما لما هي باطله يا محمود يا خطيب، طب ما هي باطله، امال انت قدمت شكوى ضد انا ليه عند نفس اللجنه؟ ولا هي باطله لما تطلع عقوبه عندك تمام عليك انت، ومش باطله وحلوه لما ترجع عقوبه عندي 300,000 جنيه ومنع من دخول المباريات شهرين؟ ايه الهجص ده؟ مستشار مرتضى منصور بيقول لك محمد بركات زملكاوي، ده مبدئيا. بيقول لك لجنة الانضباط بيتريق عليها، انت اشتكتني ليه يا خطيب. على فكرة يا سيادة المستشار، لجنة الانضباط اللي اشتكاك ليها محمود الخطيب قدمت استقالتها، انت نسيت ولا ايه؟ في حاجة بقى انت قلتها سيادة المستشار بمناسبة لجنة الانضباط حلوة أوي. انت قلت انا رفعت قضية في مجلس الدولة او في القضاء الاداري تقريبا عشان اعيد صفقاتي. يعني معنى كده ان الاهلي ماشي صح في موضوع قرار لجنة الانضباط. في حاجة بس اقولها لك يا سيادة المستشار كده على اللي انت بتقوله على اتحاد الكورة. انت مديون لاتحاد الكورة ب 80 مليون جنيه. اتحاد الكورة مديك رخصة ان انت مش مديون عشان تلعب في افريقيا. قيدت صفقاتك بعد غلق باب القيد. سبيت وشتمت كل اعضاء اتحاد الكوره وكل الحكام ومحدش كلمك. تم اصدار حكم قضائي بعزلك، وسياده الوزير قاعد بيقول لك احنا منتظرين حكم المحكمه ومستنيك، واتحاد الكوره بيعاملك اكنك فعلا لسه مسؤول. كل ده تقول لاتحاد الكوره ضدك؟ غريبه قوي. تعال اسمع بقى معايا ايهاب الكومي عضو اتحاد الكوره وهو بيقول لك ان بيراميدز هو اللي هيشارك في كاس السوبر مكان نادي الزمالك. يلا بينا. بس انا اسالك سؤال،
تحت أمرك. بعد اعتذار نادي الزمالك، بعد اعتذار نادي الزمالك الرسمي طبقا لقرار مجلس الاداره ورئيس نادي الزمالك، هل دلوقتي من الممكن ان يخوض لقاء السوبر فريق اخر غير نادي الزمالك امام النادي الاهلي؟ هي اللائحه بتوضح ده على طول، بتقول لك ان وصيف في الكاس ووصيف الدوري هو اللي بيبقى موجود. الوصيف في الحالتين الاثنين هو بيراميدز، سواء كان في الدوري او في الكاس. فبكل تاكيد هيبقى في اتصالات من جانب الاتحاد مع نادي بيراميدز لخوض لقاء السوبر بكل تاكيد. ابو التذاكر اللي اتطبعت ممكن يكون والجمهور كمان اللي خطر. حجز يعني انا مش عاوز اقول لك ان يعني في سيناريوهات مسبقه، وفي حاله ان مثلا الاهلي اعتذر مين اللي هيحل مكانه، في حال الزمالك طب اعتذر قول لي، مين طب اللي قول لنا هيحل ايهاب مكانه. معلش، عايز اطلع منك بحاجه عشان الناس اللي بتسمعنا وبتحترم نحترم عقولها. أنا ايه معاك. السيناريو؟ ايه السيناريو؟ يعني انت عارف ان ممكن الزمالك يعتذر. اللائحه بتنص على ان بيراميدز هو اللي هيحل محل. كلمتوا بيراميدز؟ النادي انتوا اللي كلمتوا بيحصل. بيراميدز يا ايهاب؟ اكيد لما كلم نادي بيراميدز هو في اتفاقات مسبقه في حاله اعتذار الاهلي او الزمالك. طب بيراميدز رد عليكم ايه مبدئيا؟ يعني لغايه اللحظه اللي انا بكلمك فيها الخبر اللي عندي هو موافق على لعب السوبر في حاله اعتذار اي من الفريقين الاثنين. ده جميل. يبقى اذا نادي بيراميدز بناء على تصريحات حضرتك موافق مبدئيا من حيث المبدا على عضو اتحاد الكوره ايهاب الكومي بيقول لك ان بيراميدز بشكل رسمي هتشارك في مباراه السوبر امام النادي الاهلي. ان شاء الله نتمنى التوفيق يكون من نصيبنا، وان شاء الله نفسنا يبقى عندنا اتحاد كوره قوي يعرف ياخد قرارات فعلا ما تهدوش. يا ريت ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. السلام عليكم ورحمه الله.